هللويا. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حرب الفتور دي حرب منتشره. الفتور يعني ايه؟ الفتور في معناها البسيط حاجه كانت سخنه واتسابت فبردت، فلا محصله ساقعه ولا محصله سخنه، دي اسمها فاتر. فاتر يعني مش سخن لكن كمان مش ساقع. الساقع ده ممكن يبقى طعمه كويس. الفتور جه في الانجيل في رؤيا 3 لما ربنا يسوع كلم احد ملائكه الكنائس، احد اساقفه الكنائس، وقال له: لست باردا ولا حارا ولكنك فاتر، فانا مزمع ان اتقيأك من فمك. كلمه دي خطر صعبه. تصور الفتور بيخلي ربنا عاوز يرجع احساس صعب، واحنا اغلبنا فاترين، وطبعا دي حاجه تخوف. وقال له ساعتها: لانك تقول انك بني وقد استغنيت ولا حاجه لك الى شيء، ولست تعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان. إذا الفتور في الحالة دي بالذات ارتبطت بحتة إنه شايف نفسه كويس ومش محتاج. قال له: أنت بتقول إنك غني ومستغني وليس لك حاجة إلى شيء. قال له: أنت مش واخد بالك، لست تعلم أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. يعني إيه الفتور الأول يا حبايبي عشان برضه تبقوا فاهمين؟ أكيد كل واحد فيكم في يوم من الأيام مرة صلى من قلبه، يمكن يفتكر صلى بحرارة. يجوز كان حد تعبان قوي فبقى يصرخ في ربنا، يجوز هو كانت نفسيته تعبانة فكان بيصلي بحرارة، يجوز بكى على خطية، يجوز في سر اعتراف، يجوز في أسبوع آلام، يجوز في ليلة رأس السنة. أكيد أي حد فيكم جرب الحرارة. الحرارة يعني سخونة كده في القلب. سخونة دي حب على خجل على صراخ، بس حاجة سخنة كده. هو ده الوضع اللي بيفرح ربنا، وما عداه يخلي معدة ربنا تقلب، ما بيبقاش مبسوط. ما عدا هذه الحالة. تاني بتربى الأطفال يدخلوا الكرايم روم. من أجل المسيح يدخلوا الكرايم روم عشان نركز لو سمحت. الحالة دي بقى الشيطان يكرهها جدا، اللي هي حالة السخونة، لأن السخونة هي اللي بتغير الإنسان. عارفين برضه شبهها لكم إيه؟ ساعات لما كنا نحط البراد زمان نعمل شاي، ساعات تستعجل تطفي على المية قبل ما تغلي، وبعدين تحط المية تلاقي الشاي ما خرجش، ما عملش شاي، المية ما غليتش. فأنت حطيت مية مش سخنة قوي، مفيش حاجة اتغيرت. خلي بالكم، معناها بدون الحرارة مفيش تغيير. يعني تصلي من غير حرارة يبقى الحال على ما هو عليه. تخدم بدون حرارة محدش بيتغير. تقرا الإنجيل بدون تأثر مفيش تغيير. فالشيطان ما عندوش مانع انك تصلي أو تقرا أو تخدم أو تحضر قداس، بس عنده 100 مانع انك تتأثر او تسخن. دي بالنسبة له ايه؟ مصيبة، لانك لو سخنت هتتغير وهتغير. الروح القدس هيسخن، فانت هيحصل بقى حاجات ما تعجبش الشيطان. وبالتالي الشيطان يتفنن مع شعب الكنيسة انه يطفي الروح. فاكرين التعبير بتاع بولس؟ لا تطفئوا الروح. الروح بطبعه سخن، فالشيطان يحب يطفي الروح، فيخليك تصلي ولا كأنك صليت، تذكر شوية كلام وخلاص، أو يخليك تدخل القداس وتدخل زي ما طلعت، مفيش أي انفعالات. هذه حالة الفتور. حالة الفتور منتشرة في الكنيسة أحبائي، وللأسف محزنة لقلب الله، لأنها بقول لكم ما بتوصلش لحاجة.
تعالوا ناخدها من سفر النشيد. النشيد عموما سفر النشيد سفر رائع جدا، لأن ده السفر ده أكتر سفر سخن، تجاوزا ما أقول كده. ليه؟ لأنه سفر كله حب. قمة الحب في الكتاب علاقة العريس بالعروسة علاقة رومانسية جدا. فالحب على آخره يعني. وهنا العريس هو المسيح والعروسة هي النفس. فسفر النشيد بيكلمنا يعني إيه الواحد يحب ربنا قوي. فيبقى العلاقة بينه وبين ربنا سخنة. ومن أول إصحاح تلاقي الحكاية إيه؟ كلام بقى شاعري جدا، يقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر، اجذبني وراءك فنجري، ادخلني الملك إلى حجاله. كلام شاعري يدل على مشاعر جياشة يعني. بعدين يجي في إصحاح 3 يكلمنا عن الحالة اللي بتجيلنا كلنا، اللي هي إيه؟ الحرارة دي طبت. يقول في الليل على فراشي طلبت من تحب نفسي، طلبت فأنا وجدته. إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع، أطلب من تحب نفسي، طلبت فما وجدته. إيه بقى طلبت فما وجدته؟ يعني بصلي بس مفيش تعزية، يعني بخدم بس مفيش ثمر، طلبته فما وجدته. هي دي الفطور بالظبط. إنما I'm trying but there is no result, no change, nothing change. ده اسمه الفطور بقى. صليت بس كاني ما صليتش. فالنفس دي قالت كده، أنا طلبته بس ما لقيتوش. وعادتها تاني، طلعت أدور عليه برضه ما لقيتوش. زي واحد داخل يصلي نفسه يرتاح ما يرتاحش. عاوز رسالة من ربنا مش سامع. كمان لما تحس إن الباب مش مفتوح، يعني مش عارف تروح فين، الحكاية مقفلة من كل ناحية، فبرضه تبقى مخنوق كده ومش عارف تمشي ازاي. فيقول بقية الكلام: وجدني الحرس الطائف. هي طلعت بقى تدور عليه، العروسة دي طلعت تدور على عكس. هي متعودة تترمي في حضنه وتشبع بيه وتفرح بيه، دلوقتي هو مختفي. أنا مش لاقي ربنا، راح مني. فطلعت تدور عليه. فوجدني الحرس الطائف في المدينة، فقلت أرأيتم من تحب نفسي؟ بقت تجري زي المجنونة تدور عليه. فلقت الحرس اللي بيلفوا كده المدرجية دول طول اليوم والليل. قالت له: ما شفتوش حبيبي؟ وتعبيرها دايما من تحب نفسي، ده التعبير الملازم في السفر كله للعريس اللي هو المسيح. فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي. يعني شويتين كده بعد ما سألتهم لقيته، فأمسكته. مسكته بقى إيه؟ كده يعني. ولم أرخيه. لم أرخيه دايما أتخيلها. شفت مرة طفل كان تايه على البحر من والديه وبيبكي بحرقة وبقى له نص ساعة، وبعدين فين لما لقى أبوه؟ بقى ماسك في أبوه هيقطع إيده، خايف يطلع منه. فاهمين الفكرة؟ لأنه كان في لحظة حس إنه مش هيلاقي أبوه تاني. فلما شاف أبوه بقى معبط فيه كده وماسكه مرعوب لا يروح منه تاني. أمسكته ولم أرخيه حتى أدخلته بيت أمي، يعني خدته بقى على بيت أمي بحجرة محبة لي. عموما لما النفس تكون بتدور ومش قابلة إن العريس يختفي، الفطور ما يطولش. تاني أقول الجملة دي معلش لأنها مهمة. لما تكون أنت متعود تصلي بحرارة ومتعود تطلع حاجة من الإنجيل، لو قعدت لك يومين 3 مش عارف تصلي أو مش عارف تنفعل بالإنجيل، تبقى مش طايق روحك. تبقى زي العيل التايه اللي عايز تخرب الدنيا. هتقولي ربنا، بس أول ما تصلي بحرارة يرجع لك تاني الإحساس الحلو، تقول مش عاوز تطلع من المدة تاني. خلاص، عاوز تمسك فيه ولا ترخيه. لأنه واضح إن سبب الفتور الرخاوة. خلي بالكم بقى، يعني إيه؟ when you are loose هتدخل في الفتور. لما تصلي بالميوعة تفطر، لما تكسر الخدمة تفطر.
تتدلع في القداس تفطر. بعد لما تقضي فترة كده بارد وخد دمك تقيل ومفيش حاجة ليها طعم، هتلاقي نفسك لا عاوز تصلي بحرارة ومش عاوز تطلع من المدة تاني. ده اللي خلى أشعياء بالروح القدس يقول إيه؟ يقول على فكرة مع اللي بيحبوا ربنا الترك اللي من النوع ده ما يطولش. لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك. يبقى حتى لو التعزية راحت شوية أو إحساس ربنا راح شوية ما يطولش. لحيظة أنتوا عارفين يعني مصغر لحظة. فورامير مومنت. بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة. دي حتة تانية بقى. ساعات الفتور يكون نوع من البانشمنت للنفس. ان ربنا اخطيت في التعبير يتقل عليك شويه عشان انت مخاصم اخوك او اتكلمت كلمه زياده على اخوك او وقعت في ادانه او بقالك فتره مطنش الاجبيه او الانجيل، تقوم تصلي وربنا مش راضي يرد. تقلان او زعلان، بس برضه ما يطولش لان ربنا اطيب من اي حد، لكن هو بيتقل عليك لانه غضبان، لانه زعلان. انت ليه مش حاسس بالسما اللي مستنياك؟ انت ليه مش مقدر الصليب؟ انت ليه مش خايف من جهنم؟ يبقى زعلان شويه. وبعدين يعمل ايه؟ وباحسان ابدي ارحمك. يبقى حتى لو تقل علينا شويه يرجع تاني ياخدنا في حضنه ويقول لك خلاص عدت. في وقت الفتور يحصل كل حاجه وحشه. وقت الفتور يجي الشك. يبتدي الواحد يقول هو ربنا موجود؟ وربنا بيحبني؟ هي الناس بتحبني؟ هو التناول بجد؟ هي الشفاعة دي حقيقية؟ مخك اتلخبط خالص. ده في الفتور. من غير فتور تلاقي الأفكار بتتلخبط. بخرت. مش ممكن واحد حرف الروح يشك. لا. لما يكون بيحصل ايه في الدنيا؟ سخن من جواه. اللي سخن ده ما يشكش. تلاقي الحيرة مش عارف أعمل إيه. تلاقي الخوف. كل دي مشاعر تيجي وقت الفتور. أول بقى ما تحس بالتعزية أو تصلي بحرارة ترجع كل المشاعر الحلوة، الفرح، التعزية، التمسك، كل حاجة حلوة ترجع لك تاني. اللي يعالج الفتور دايما حاجة يسموها المحبة الأولى. يعني إيه المحبة الأولى؟ أنا في أول كلام اللي قلت لكم أكيد كل واحد فيكم جرب مرة شحنة حب لربنا كده. على الأقل مرة في حياته. شحنة كده. إحساس إن ربنا طيب، إحساس إن ربنا أب، حاسس إن ربنا بيسامحه، حاسس إن ربنا يعني شريك قوي. أيا كان الشعور، لكن أكيد أنت خدت الشحنة دي قبل كده. ساعتها كان في قلبك تقول يا رب نفسي أعمل كل حاجة عشان أفرحك. أنا مستعد أستحمل أي حاجة عشانك. وطلعت بقى وعود كتير قوي وما عملناش منها حاجة غالبا يعني. إنما دي اسمها المحبة الأولى، اللي هي درجة الحرارة الحلوة اللي تناسبك وعدت عليك قبل كده. هديكم مثل يا جماعة في الكتاب. بطرس الرسول ربنا بعت له دراوس أخوه يقول له لقينا المسيح، فما كانش فارق معاه. أما دراوس سحب بطرس، فالمسيح قابله مقابلة جميلة جدا وقال له أنت بطرس، ورحب بيه زيادة. ما فرقتش مع بطرس. شويتين وحماته كانت تموت، راح المسيح دخل بيته وشاف حماته. محدش يفهمها بالطريقة الوحشة، هو انبسط كان مبسوط، ما كانش متضايق. في اليوم ده مش بس كده، أهل البلد كلهم اتلموا عند بيت بطرس لأنه المسيح بيشفي، فشفاله كل أهل القرية. طبعا كل دي كرامة لبطرس، ولغاية كده برضه بطرس إيه؟ يعني معجب بالمسيح بس ما did not click لسه. قام راح له تاني يوم الشغل. الكلام ده كان له 4، راح له في لقا 5 تاني يوم. راح له المركب وهو ناويله، قال له هجيبك هتحبني وراك. دخل المركب قعد يوعظ، والتاني عمال ينظف في الشبكه ولا سائل في الوعظ. مش مهم. عندك سمك؟ تعبنا وزهقنا والليله غبره ومفيش سمك. طب ندخل جوه. الكسر اللي على كلماتك قلت الشبكه. دخل جوه، اتاري كل اللي يفرق مع بطرس لا مؤاخذه لا حماته ولا مراته. اللي يفرق مع بطرس السمك.
راجل اي راجل كده. الراجل شغله اهم حاجه. هو دخل جوه لقى سمك البحر كله في الشبكه، اتفلت، قلبه وقع، حس بالشحنه اياها دي. رجع. وبطرس على فكره شخصيا مش رومانتك بطبعه غير يوحنا، فرجع جوه المركب وقال تعبير غريب جدا. قال له اخرج. طبعا هو عاوز يقول له اياك تطلع، بس هو قال له بالعكس. ساعات مع الواحد مع انفعاله يقول عكس اللي يقصده. اخرج من سفينتي انا راجل خاطئ. يعني انت ايه مالكش فيه؟ انت فاكرني بني ادم كويس؟ انا اوحش واحد، تشفي لي حماتي وتشفي لي اهل قريتي وتسميني بطرس وتدلعني وتجيب لي سمك انا بني ادم وحش، بتكون فاكرني كويس. وخجل شديد، هو خجل مصحوب بحب، حب جامد. ايه ده كل ده؟ انا مين عشان تعمل معايا ده كله؟ مفيش تكليني غيري ولا ايه؟ وتكبرني وتعملني شيخ الصيادين. انا المسيح زود كمان، قال اشتغل مع صياد ناس. انت قابلني قبل ونص وانا انفع ونص. ان ترك كل شيء وتبعه. سوء الشحنه دي المحبه الاولى، شحنه عاليه جدا. هي دي بقى الحراره، خلي بالك. الحراره دي مشي بيها شويه، وبعدين ابتدى الفطور يدخل. حصلت المصيبه بتاعت انكار المسيح. طبعا دي كانت لحظه فتور، لانه المسيح عاتبه ليلتها، قال له يا بطرس اما قدرت ان تدخل معي ساعه واحده؟ وقال له قبلها كم ساعه الشيطان عمال يغربلكم، الشيطان عينه فيك، انت قلبك نشف. فين زمان يمك يا حبيبي؟ ده انت كنت هتكسر الدنيا عشاني. خدش باله بطرس فطب بقى. الفطور جابوا ارضا وقعوا في مصيبه. ربنا يسوع له حاذا تركتك لكن بمراحم عظيمه سأجمعك. المسيح وراه لازم تحبني زي الاول، لازم ارجع لك الشحنه اياها. لازم نفس المشاعر اللي دقتها دي تدوقها تاني، لان هو ده اللي انا عاوزه. فدور الايام في يومين زي كده بعد القيامه راح له عند البحر. اتاري بطرس رجع لنفس الغرب تاني، طلع يصطاد سمك وبرضه الليله ما بيجيبش سمك، وراجع مكتئب، والشغل هو اللي فارق معاه تاني. بعد 3 سنين ونص رجع الشغل هو اللي فارق معاه، ونسي مصيد ناس ونسي الرسول ونسي الأتراك. جابوا المسيح تاني وعلى الشاطئ وما عرفوش، قال لهم ارموا الشبكة على اليمين، رموا الشبكة، جابت السمك كله، فرح. ما هو عارف الفلاح، فرحوا جدا. فيوحنا قال له يوحنا بقى يطلب أسرع، اللي هو الرب. بطرس طلع كاد فرحان جدا بربنا يسوع. فقال له السؤال المهم، السؤال بتاع المحبة الأولى: يا سمعان. ده انتوا سمعان ليه دلوقتي؟ سمعان يعني أول مرة تقابلنا. يا سمعان المليونة أتحبني؟ بتحبني زي أول مرة؟ فاكر يا سمعان لما رجعت وقلت لي اسيب الدنيا عشانك، مستعد اعمل اي حاجه، السبب ده كله ما عادش يسوى عندي، انا بحبك بجد. يا سمعان المليونة تحبني اكثر من هؤلاء؟ فبطرس كانت رجعت الشحنه، قال له طبعا. بعدها تاني زي اللي بيقول له مش عاوزها تروح منك تاني، مش عاوز المحبه الاولى دي تروح تاني. رجوعك لصيد السمك اخطيت انا بقى، يعني بألف، كبسني، زعلني، كسفني، اعملك صياد ناس ترجع تصطاد سمك. لكن انا مش هعاتبك ومش هقول لك ليه عملت كده. انا اسالك السؤال اللي يهمني: هتحبوني زي الاول؟ 3 مرات. قال له خلاص راح خرافي، زي اصطاد الناس، زي نفس الاوردر القديم. اذا المحبه الاولى احبائي ربنا ما بيزهقش انه يرجع حالنا، يقول لك يا حبيبي انت تهت، هو انت واحد تاني؟ وانا بقول لك خليك زي اغسطينوس ولا موسى الاسود، انا بقول لك خليك زي فلان، خليك زي نفسك، بس في لحظه معينه، في موقف معين.
يمكن ربنا شايف حياتك 50-60 سنة، شايف فيها ثلاث لحظات بس اللي كان فيهم الايه؟ السخونة اشتغلت. عايزين نرجع على طول بقى، هو ده اللي عايزين نوصل له. عايزين تعيش في الحالة دي، حارين في الروح. كأن المحبة الأولى يبقى الواحد مشدود لربنا، مش شايف حاجة معاه، مش بيحسب بدماغه، مش فارقة الدنيا خلاص، كل حاجة تحت رجليه. هنا تلاحظوا بقى في النشيد، بعد ما هرجع تاني للنشيد، هي احنا قلنا انها طلعت تدور عليه مش لاقياه، فبتبقى متضايقة جدا لأنها مش حاسة بيه زي الأول، لغاية ما لقيته قامت مسكته ولم تخفيه وخدته على المخدع أو المسبح، هي بقى العلاقة الخاصة قوي. فقالت إيه؟ وحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبآيات الحق. اللي يفهم أصل النشيد أغلبه حوار بين غزال وغزالة، عشان كده تقدروا تفهموا ده. يعني أرجوكم ما حدش يقلقه. يقلقه هو المسيح بيقلق يعني إيه؟ أنا دلوقتي في حضنه، أنا في حضنه، مش عاوز أطلع من الحضن ده. قال لك ينقذنا وتنبهنا الحبيب حتى يشاء. يعني أرجوكم ما تسيبونيش أطلع من الحالة دي تاني، ما تسيبونيش أرجع للفطور تاني، ما تسيبونيش أتحرم من حضوره تاني. خليني عايش في الجو الرومانسي على طول، خليني حاسس بالصلاة على طول، خلي الإنجيل دايما يجيب تأثير، خليني سخر. فهنا لأن الكلمة دي بتتكرر في سفر النشيد، كل شوية تقول بحلفكم ما حدش يقلقه. يعني إيه؟ ما حدش يزعله تاني، ما حدش يكسفه تاني. الإنسان اللي عايش بقى في المحبة والسكونة دي، الملائكة تقول عليه إيه بقى؟ بصوا بقى تعبير الملائكة من أول من هذه الطالعة ده، القديسين والملائكة. صدقوني في كرام كروت، صدقوني. الاثنين كمان. من هذه الطالعة من البرية. بصوا بقى، أنا عاوز أحببكم قد إيه الحرارة الروحية دي حالة حتى السماء ترصدها. في السماء بقى أو القديسين أو الملائكة اللي حوالينا لما يلاقوا واحد فينا بيحب ربنا قوي، يقعدوا بقى يتفرجوا عليه كده ويغزلوه. يقول مين القمر ده اللي جاي لنا من الأرض؟ من هذه الطالعة من البرية؟ كأعمدة من دخان. ما هي النار بتطلع دخان، فالقلب اللي كله نار بيطلع عواميد دخان. فكل قديسين الكتاب وقديسين التاريخ كلهم ينطبق عليهم المعنى ده، عاشوا حارين في الروح، عاشوا في حالة حرارة، عاشوا يعشقون الله، عاشوا في حالة حب. السماء بتقول عليهم مين اللي طالعين من البرية دول، اللي جايين علينا، اللي هاجين علينا دول، كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان. المر واللبان إشارة للفضائل، والدخان إشارة للصلاة. يبقى واحد عايش بيصلي كتير وطلع فيه ريحة المسيح الحلو، مر واللبان. كل حاجة حلوة في المسيح دايما عليه، فشبه المسيح ده. كل ده من إيه؟ أصله كان في حضنه، أصله لازق له، أصله ما بيطلعش برات، أصله عايش قصة حب. المسيحيين مش عايشين الحتة دي. احنا يمكن بنحاول ما نغلطش، بنحاول نصلي، لكن مش عايزين بالمعنى اللي كان ربنا عايزه. السؤال الأساسي، حبيبي بتحبني أكتر من أي حاجة؟ هو السؤال اللي شغل ربنا، رومانسي جدا، هتحبوني أكثر من كل شيء. هو ده اللي عاوزه ربنا. مش مهم بتعمل إيه بقى؟ تقعد في دير، تخدم فقراء، تقعد تصلي فقراء، تشتغل بذمة، تخدم الناس، كله حلو، بس المهم ورا ده كله في إيه؟ بتحبني أكتر من أي حاجة ولا لا؟ وبكل أذرة التاجر، يعني إيه؟ كل أنواع الأذرة اللي هي برضه الفراجرانت باودرز، يعني كل أنواع الأطياب والحاجات والعطور اللي هي تلاقي أنبا برام مثلا، قديس برام يحب المسيح جدا، طالعة فيه حتة العطاء قوي. أثناسيوس الرسول يحب المسيح جدا، طالعة فيه حتة الإيمان قوي. مش عارف موسى الأسود يحب المسيح جدا، طالعة التوبة قوي.
دي ايه؟ أذرة التاجر. يعني أطياف مختلفة بس كلهم متحركين بحاجة واحدة اسمها المحبة الأولى. طب بقية العلاج بقى عشان نسخن نحب ربنا على طول، ينقل الكاتب اللي هو سليمان بالروح القدس قال هو زي تخت سليمان، وده تخت سليمان بنتكلم عن المسيح. تخت سليمان، سليمان رمز للمسيح، وتخت سليمان اللي هو الحته اللي بيقعد عليها الكاوتش دي، يعني اللي كانوا يقعدوا بقى ملوك وعظماء، اللي هي الكنيسه، مقصود بيها الكنيسه. حاولوا يكون جبار من جبابرة إسرائيل قابلين سيوفا متعلمون الحق كل رجل سيفه ألفافهم من بالليل. إيه حكاية الكنيسة؟ إيه اللي دخلها في الموضوع؟ حبيبي إذا كان عندك فتور الزق في الكنيسة. اقعد لك في الكنيسة لغاية ما تسخن. يعني هو ده الحل. أنت حاسس بفتور، مش كفاية قداس في الأسبوع؟ يعني الحرارة مش راضية تعلى. تعالى 3-4 قداسات لغاية ما تسخن عشان الشاي اللي يعمل شاي. ما تقعدش كده. اقعد تسبيحها، اقعد قداسات، اقعد وعظات، بس ما تقعدش عشان يقولوا عليك بتحضر. انت جاي كمريض بتعالج. انت جاي متضايق من نفسك، يا رب عاوز احس بيك. عاوز قلبي يتحرك، مش عاوز اعيش زي اي بني ادم. انت بتسالني سؤال واحد طول عمري مش عارف اجاوبه، هتحبوني اكثر؟ مش عارف اقول لك اكتر. بحب اقول لك بحب الشغل اكتر، بحب السمك اكتر منك، بحب الناس اكتر، بحب التلفزيون اكتر منك، بحب الاكل اكتر منك، بحب النوم اكتر، بحب شكلي اكتر منك، بحب راي الناس اكتر منك. دي فضيحه. انا بحب كل حاجه اكتر منك. وربنا يقدر يقول لك معلش شو مالك؟ طب نحاول تاني. أتحبوني أكثر من هؤلاء؟ يبقى الكنيسة أو تخت سليمان هي الحل. ليه بقى؟ لا جبابرة بقى، 60 جبار. يعني تيجي الكنيسة أي أيقونة من دول هي قصة حب. أي أيقونة. هم دول ليه الرسل وليه القديسين وليه الشهداء وليه؟ ما فيش غير كلمة واحدة، كلهم حب ربنا. خدوا بالكم في الصوم الكبير نحط حتة رومانسية كده. في آخر المقطع بتاع الاسم صوم الصلاة هم اللي عملوا في الآخر نقول إيه؟ صوم الصلاة هم اللذان الأبرار والصديقون ولباس الصليب سكنوا في البراري والجبال وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. يبقى إيه اللي حرك الناس دي كلها؟ عظم محبتهم في الملك المسيح. فكأن الكنيسة بتقول وأنت فين بقى؟ طيب موسى وإيليا لا بعيد. طب شهداء لا. طيب براري شق أرض، براري إيه؟ إحنا عاوزين تكييف. وبعدين أي حاجة بس المهم تلاقي الجملة دي في الآخر من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. أختم عشان الوقت ما نستناش. أرجع للنص اللي ابتديت بيه في رؤيا يقول أنا عارف أعمالها لك. ربنا بيبص على كل واحد فينا يقول له إيه؟ بص حبيبي أنا شايف أنت بتعمل. شايف الحلو وشايف الوحش. شايف إنك بتصلي. وشايف إنك بتخدم. وشايف إنك أنت بتحاول ما تغلطش عشان ما تزعلنيش. بس أقول لك أنت لست باردا ولا حارا. يا ريتك كنت بارد. غريبة جدا يا ريتك كنت بارد. ما هي بارد دي يعني واحد بره خالص بقى. أصل البارد لا مؤاخذة عارف إنه بارد. صحيح البارد هو عارف كويس إنه ضايع. هو لكن الفاتر فاكر نفسه سخن. فدي مشكلته. يعني لما يكون واحد ما بيجيش الكنيسة هو عارف كويس إنه مش متدين. وعارف إنه بعيد عن ربنا. ده ممكن في يوم من الأيام فجأة تلاقيه جاي جري. لأنه تعب من البرود ده. مشتاق للدفء بقى. إنما مشكلة الفاتر إنه ساتسفاي. ما أنا جوه الكنيسة أهو. ما أنا بصلي أهو. بكون. ما أنا بقرا الإنجيل مش معاك الإصبع. فده ما بيتغيرش الفكرة فقال له يا ريتك كنت بارد. يمكن وأنت بارد خبطة واحدة تعدلك متفوقك. أو حار طبعا.
ابني هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي وبائس وفقير وأنا مريض. أول علاج للفتور: لا ترضى على حالك. دي رسالة ليكوا ليه؟ حبايبي، ربنا بيقول لنا مش كفاية اللي انتوا فيه، مش كفاية. أنا مت عشانكم، أنا اتعذبت، أنا حضرت لكم السماء، أنا بطلب طلبات ما بتعملوش منها 1 من 10. أنا بقول لكم لا تهتموا للغد وأنتوا كلكم تفكروا بكرة. بقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون وأنتوا بتتكلموا في موضوع الأكل كل يوم. أنا بقول لكم لا تدينوا ولغاية دلوقتي بتدينوا. لا ملكوش حل. هنا ربنا بيقول لا، you have to face it. أنت شقي وبائس وفقير وأنا معيان. الكلام ده ما يزعلش، الكلام ده تشخيص. احنا لازم نعرف انه مش ده اللي ربنا عاوزه مننا، هو عاوز اكتر من كده كتير. بعد اللي عمل العريس مستني من العروس اكتر من كده. بالتالي احنا لازم كلنا نقول له انا مكسوف منك يا رب، انا عارف انك تحبني اصلي احلى من كده، واهرب من الشر اكتر من كده، واخدم الناس بقلب اوسع من كده، وانسى الدنيا كلها معاك، بس انا مش عارف لسه اعمل كده. وشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار. يعني ايه؟ يعني تعالى دور على الكنز اللي عندي، خليك معايا في الامور الغاليه، اقرا الانجيل واشبع. في ذهب غير بتاع الدنيا خالص، احلى كتير من اللي انت بتجري وراه. ثيابك بيض لكي تلبس، يعني نظف ثوبك، ما تسيبش حاجه بقعه. في بقع كتير قوي، انت زعلان من فلان وشايل من احدهم وبتتكلم عنه. فين الثوب الابيض؟ فلا يظهر خزي عريتك، كحل عينيك بكحل. انت مش شايف انا عاوز منك ايه، ومش شايف انت رايح فين. اني كل من احب، واتاريها رساله حب. بعد ما قال له كلمتين ايه؟ تهذيب ناشف، قال له على فكره انا بقول كده للي بحبه. اني كل من احبه أوبخه وأؤدبه فكن غيورا به. أهي غيورا دي علاج الفتور. غيورا يعني خليك سخن ومعنى كده. كن غيورا وتوب. الغيرة إنك تبقى شايف واحد بعيد عن ربنا أكل قلبك بياكلك. إزاي أنت بعيد عن ربنا؟ أنا فاكر مرة جاي لي شاب لسه داخل الكلية، وبعدين فضل يخبط يعني على باب الأوضة، يعني يا ابني حبيبي النهارده ما عنديش مواعيد، أنا عندي ارتباطات لازم أقابلك. مصيبة بقى، حبيبي خير. في واحد في الدفعة عندي في الكلية ما بيروحش الكنيسة. بصيت له من فوق لتحت، كنت عاوز أقول له ده كتير. قال لي لقاني للأسف، لقاني فاتر، لقاني ما انفعلتش. قال لي يا ابونا لو مات هيهلك زي اللي قال على وشي. هي دي الحقيقه فعلا. كان فاكر ان ابونا لازم يسيب اللي في ايده ويجري. في واحد هيموت هيهلك. انما لقاني بارد فاتر من كتر اللي بشوفه، بس هو سخن وغيور مش مستحمل. يكون في واحد هيهلك، لازم نعمل حاجه. هي دي الروح اللي ربنا عاوزنا نعيش بيها. انك لما تقابل اي شخص تبقى مش قادر تسكت، عاوز توصله لربنا باي طريقه. السامريه كانت سخنه، دقت الحب، ما حدش قال لها كلمني ولا حد قال لها بشرت ولا تعرف تبشر، بس هي جريت واتكلمت ونطقت، وكلامها جاب نتيجه طبعا، لانه الناس شايفه نار جوه. اين الغيره اللي جواها جابت البلد كلها. بينما التلاميذ اللي رايحين يدوروا على الاكل في الوقت ده كانوا فاترين وما جابوش ولا نفر في اليوم، لان هم جايبين الاكل يقول يا معلم كل، قال لهم انا كلت، دي كنت واقف اكلكم. ها انا ذا واقف على الباب واقرع، انا هفضل اخبط. يعني ايه؟ هفضل اقول لك انا عاوزك تحبني اكتر. ايه معنى كده؟ عاوزك ترجع
عن المحبة لله. عاوزك تصلي بحرارة. عاوزك تسمع صوتي في الإنجيل. عاوزك تخاف على الناس. هفضل أخبط عليك. اسمع ما تسمعش، أنا مش هبطل أخبط. إن سمع أحد صوتي فتن النفس من يجلس أعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. من لا يؤذن من يسمع ما يقول روح الكنائس. ربنا يدينا حكمة ونعمة إن إحنا نقاوم الفتور عموما. ويبقى عارفين إن ربنا عاوزنا نحبه أكتر من كده. وهو ده اللي هيعطينا في الآخر. العمر هيخلص يا أحبائي وكلنا هنلبس. لكن رصيدك الحقيقي هو كم أحببت الله. ده اللي يخليك وأنت خارج من الدنيا يتقال عليك من هذه الطالعة من المرية كأعمدها من الأخرى معطرة بالمر واللبان وكل أزالة التاجر إلا من كل ما نشكر ربنا أحبائي من كل قلوبنا على النهضة الحلوة اللي عملها المأمونة في سلم الله الحقيقة. أشكرك يا ابن على محبتك الكبيرة ونطلب منك إنك تذكر صلاتك في القداس عشان ربنا يبعد عنا الفتور ويدينا جرعة روحية كده وعطيها ربنا بينا المفروض إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يبارك لنا بالخير. نكرر شكرنا ربنا قبل وزن ما تنساش نقول لكم كده حاجات سريعه. مرحب بيكم كلكم جايين من كل الكنايس. ابونا داوود هيصلي بكره في ميمورس، صح؟ صلي بكره في ميمورس. انا كده لميت عليك الناس كلها تيجي تصلي معاك من 7 و8 ونص 7 8 قداس ميمورس 8 سكرونا بصلوات. ابونا اتفقوا معانا. في الحقيقه عاوزين نقول لكم حاجات سريعه كده. يوم الثلاث كل يوم الساعه 7:30 من كل اسبوع في اجتماع درس كتاب العهد الجديد، ويوم السبت برضه من 7 في اجتماع درس كتاب العهد الجديد. نحب نشوفكم المجموع. في اجتماع شهري للاسره، وبنفكر كده في يوم 8 يونيو ده بيبقى يوم اجازه عند الملكه. هيبقى في يوم للاسر اللي عندهم التين اتش عشان طبعا يعني نعمل توعيه للاسره عندهم تين اتش عشان تخف حده التوترات في البيت. فان شاء الله هنقول لكم لما نرتبه فايل. ربنا يبارك. اتفضلوا.